ورجعت لكم يا حبيباتي مرة أخرى مع وصفة السوفلي. درتم كما قلت لكم في الفيديو اللي فات من أغرب الحشوات اللي حشيت بيها السوفلي. تابعوا معايا الفيديو الأخير، راح نعطيكم المقادير مضبوطة وناجحة مليار في المية. مهما درتيه ومهما عجنتيه راح يجيك مفخفخ ويجيك العجينة القوام اللي تحوسي عليه انتيا. جبت الإناء تاعي، حطيت فيه كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، 4 كاس زيت، وزدت معاه بياض بيضة وصفار راح نحتاجوه من بعد. تقدروا ديروا بيضة كاملة، من المستحسن انكم ديروا البياض بركة لانه راح يعطيها خفة تهبل. ومن بعد زدت مغرف كبيره تاع خميره. هنا راني قاعده ندير بالمغرف باسكو صغيره، نتوما ديروا مغرف وحده كبيره. وزدت مغرف تاع سكر وخلط كل شيء بالفوي. ومن بعد نبقى نضيف في الفرينه والملح كما تعرفوا يا البنات ديروه هو الاخر هكذا باش ما يهبطلناش الخمور وما يفسد وما يقتلناش المفعول تاع الخميره. بقيت هنا نضيف في الفرينه تدريجيا. في الاول خلطت بالفوي ومن بعديك نحيت الفويل هيك واستخدمتها بيدي. وهنا كمرحله ضروريه انك لازم تعجنيه شويه، تعجنيه ما تبقى هكذا تخبطي فيه ولا تعجني غير شويه بركه. ما يشقاش ديري البيترا، مي ديري غير بيدك بركه. بقيت نضيف يا البنات هكذا في الفرينه حتى تحصلت على القوام دوك تشوفوه يا حبيباتي. هنا جاني شويه البوطاجي قلقني شويه جا عالي، فهبطته فوق لا طابل وخدمته بيان. ومن بعد غطيت عليه وخليته يختمر بعقلو وعقل عقلو. شوفوا يا البنات هذه العجينه ديريها في نص ساعه توجديها. تحبي ديريها كيما نقولوا قبل وتخبيها ما يصرى لها حتى شيء. تخبيها مام في الثلاجه ما يصرى لها حتى حاجه. بقات مثلا شويه منها وحبيتي تستخدميها الغدوه من ذاك فانا ما فيها باس. كما شفتوا هنا البنات جاني كونتيتي ما شاء الله، والكعبات جاوني كبار تشوفوهم معايا بعد في الفيديو. تعمدت اني نديرهم كبار هكذا باش يجيو مشبعين لوليداتي وانتم يا البنات وما تحبوا. بالنسبه هنا راني حطيتها عجنتها بيان. شوفوا القوام يا البنات، غطيتها وخليتها تختمر. بالنسبه يا حبيبتي للحشو كنت شرشمت البطاطا عادي، نقيتها شرشمتها وقلت لكم يا البنات هذا درته على حسب رغبة وليداتي. أنا صراحة نحبه يا بالشكشوكة، معظم الأحيان نديرو بالشكشوكة، وكيما يعد عندي فيونداشي ولا بولي اشي اكيد راح نديرو به، والحشو راح يبقى اختياري. كيما شفتوا هنا درت البطاطا وديروا معاها اي نوع تعجب من عندكم. انا دايما هذولي نتوفر عندي ودايما نقول لكم راني نطيب على حساب واش ياكل وليداتي. انا حاجه ما ناكلوهاش مانيش راح نشريها او نطيشها. فهمتوني يا حبيباتي؟ سما نشري نستهلك غير الحاجه اللي حبوها. هنا كنت درت شويه جبن مبشور شويه تاع بطاطا كنت رحيتها وحطيتها لهيه ما بين ما طلعت لي العجينة تاعي. جيت قاسيت لها الخمور وجيت باش نخدمها معاكم. هنا كما شفتوا زعما جيت نضربها بوني شويه لصقت لي في يديها وتجي تلصق العجينه. كون ما تجي تلصق ما تجيكم الخفه هذيك اللي انكم عم بالي بلي تحوسوا عليها. فهمتوني يا حبيباتي؟ هنا كما راكم تشوفوا هبطتها حطيتها فوق البلوطو دو طرافاي ومن بعد خدمتها قصيتها عادي بالموس درتها كريات ومن بعد نخدمها ساهله ماهله. ماهيش يعني اختراع والطبخ هذا راهو كل وحده واللمسه تاعها وكل وحده كيفاه تطيب وكل وحده واش تزيد واش تنقص. كاينه صح حوايج كذا تقليديه ما نقدروش نتبودعوا فيها، وكاينه حوايج تزيدي تنقصي ديريها بلمستك الخاصه كما حبيتي نتيا. هنا درتها كريات ومن بعد حطيتها بسطها. شوفوا يعني ما درتهاش رقيقه بزاف، غير شويه بركه. وحطيت هذيك البطاطا وزدت عبيتها بالفرماج ومن بعد نقفلها. البنات حبيتوا تقفلوها بالفرشيطه، حبيتوا ديروها تظفروها. هنا المقطع كان راح لي يعني اعتذر منكم. وما تنساوش يا البنات فرشوا ورق الطهي. انا ما كانش عندي، اضطريت اني ندهن الصينيه تاعي بالزيت وفينالمون ما لصقتليش خلاص. الحمد لله انا نحبها العجينه كي ما تلصقليش. من بعد يا البنات انا العظمه تاعي راني باش نخلطها لين ندير بها من الفوق، ندهن بها من الفوق. راني ندير فيها شويه تاع قهوه وكيما راكم تشوفوا دهنتها ودرت شويه سانوج الجلان الزرارع كيما حبيتوا. وشوفوا يا البنات القوام تاعو شاهدكم في الجنه يا حبيباتي. هذوم الوصفات اللي ندفيو بهم كريشتنا مع البروده هذيك. سواء كما قلت لكم يا البنات كل مره مع واحد تقدميها. استنوني في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.